جيرارد هو اللي خلاني اغير قراري. صلي بينا على سيدنا محمد وتعالى احكي لك. سواريز قال انا كنت هروح ارسنال في 2013 وكانوا هيشتروني ب 40 مليون استرليني، وكنت خلاص متحمس ومقرر خلاص اني هروح هناك، بس في اخر لحظه قررت اكمل مع ليفربول، وبعدها بسنه جالي عرض برشلونه ب 80 مليون يورو، ودي بقى كانت النقله الصح. احنا كنا قريبين قوي من الدوري في 2013 بس الموسم خلص بطريقه وحشه جدا، كنت بجهز نفسي ان امشي خلاص، بس ساعتها جيرارد قعدني وقال لي كلمه غيرت كل حاجه. قال لي اسمع يا سواريز، لو استنيت سنه كمان هتروح حته اعلى بكتير، برشلونه او ريال مدريد او يمكن كمان البايرن، لكن دلوقتي ارسنال مش المكان اللي هيطلعك فوق. الكلام ده خدني جدا، حسيت انه بيتكلم من قلبه، راجل كابتن بجد وعارف هو بيقول ايه. بعد ما خلص كلامه رحت على وكيلي وقلت له خلاص يا معلم انا كملت مع ليفربول. جيرارد كان راجل بمعنى الكلمه، شافني كل يوم وانا بأدي 100% في التمرين، شافني وانا مضغوط ومتضايق وكان بيحس جدا بيا، ووقتها كلمته كانت فعلا في الجون، ومن الاخر هو اللي فتح لي باب برشلونه.